كارت الشاشة يعتبر من أهم وأغلى القطع اللي موجودة في أي تجميع. كلنا لما بنيجي نجمع بنيجي لحد كارت الشاشة وبنلاقيه هو أغلى حاجة موجودة في التجميع، لأن هو يعتبر أهم حاجة موجودة في التجميع. وده بسبب إن الألعاب بتعتمد على كارت الشاشة، والجرافيك بيعتمد على كارت الشاشة، ويعتبر معظم شغلنا بيعتمد على كارت الشاشة، سواء أنت مثلا ستريمر أو جيمر أو جرافيك ديزاينر. كل الكلام ده كله بيعتمد على كارت الشاشة اعتماد أساسي، وعشان كده كارت الشاشة يعتبر أغلى حاجة موجودة في التجميع بتاعي. وبالتالي في ناس بتلجأ لكروت الشاشة المستعملة لأكتر من سبب. اولهم انك ممكن بسعر 3060 تي اي تجيب 3070 وتستفيد باداء زياده. تاني حاجه بسبب ان البادجت اللي معاهم ما قضتش او ما كفتش، الفلوس اللي معاهم ما كفتش ان هم يجيبوا كارت شاشه جديد، فبالتالي بيلجأوا لكارت شاشه مستعمل. بما اننا هننزل لسوق الكروت المستعمله فلازم ناخد بالنا من اكتر من حاجه، لان سوق الكروت المستعمله مليان كروت مضروبه، كروت متعدم بيها، كروت مغيره بايوس، كروت عامله اندر فولتنج، وكروت مغيره مراوح. فسوق الكروت المستعمله مليان، ولازم عشان تنزل تشتري كارت شاشه مستعمل تبقى فاهم انت ازاي هتعمل تيست على الكارت ده، وازاي هتختبر الكارت ده عشان تشتري كارت محترم، وفي نفس الوقت ما تلبسش في كارت وفلوسك تروح عليه. انا وليد زايد، وفي فيديو النهارده هعرفك ازاي تشتري كارت شاشه مستعمل سواء من يوزر او من تاجر، وازاي تقدر تختبر الكارت انك انت تطلع بافضل نتائج للكارت ده، وانك تقدر تكتشف اذا كان الكارت ده فيه مشكله او ما فيهوش مشكله. اهم حاجه تابع الفيديو للاخر، ولو مش مشترك معنا انزل اشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك عشان بيفيد القناه كتير، وشير الفيديو عشان الكل يستفيد، ويلا بينا نبدا. طبعا اول حاجه بنعملها اول ما بنمسك كارت الشاشه واحنا بنشتريه، اول حاجه بنعملها بنبدا نبص على كارت الشاشه من بره اللي هو الشاسيه الخارجي، سواء بقى المراوح والهيت سينك والشاسيه نفسه البلاستيك والهيد بايب بتاعه الكارت، ونبدا نبص عليها ونفحص الكارت كويس. او ده اسمه فحص خارجي، ده بيبين لي اذا كان الكارت ده متهان او اذا كان الكارت ده صاحبه محافظ عليه. وهنا بنبدا نبص على الشاسيه الخارجي ونبص اذا كان في تجريحات او في شرخ او في كسر، ونبدا نبص ونفحص الكارت من بره. بعد ما نبص على الشاسيه الخارجي هنبدا نبص على الهيت سينك بتاعت الكارت. لازم ناخد بالنا كويس قوي انها مش متنيه او مش متطبقه من ناحيه او مش واخده خبطه او مش مصديه، لازم تبقى حاله الكارت كويسه زي ما انت ما شايف كده. نبدا نبص على الهيت سينك بتاعت الكارت كلها من كل النواحي، ونبدا نشوف اذا كان فيها صدى او اذا كانت متنيه مخبوطه خبطه. كروت التعدين بيبقى باين عليها قوي ان هي متعدم بيها، بتبان من الهيت سينك والهيت بايب بتاعت الكارت. بعد ما نبص على الهيت سينك هنبدا نبص على الهيت بايب بتاعت الكارت، وهي المواسير اللي بتنقل الحراره من الشبايه بتاعت الكارت للهيت سينك، ونبص على حالتها اذا كانت حالتها كويسه، ما فيهاش اي تخبيطات، ما فيهاش اي كسر، ما فيهاش اي التواءات، مش متنيه. ونبص اذا كانت مش مصديه، اهم حاجه تبقى مش مصديه. هيبان عليها اذا كان الكارت ده مستخدم صاحبه كان بيحافظ عليه او صاحبه ما كانش بيحافظ عليه.